مع اني مو من جماعة الترندات، بس هذا الترند عم يطلع لي حتى بالاحلام، فتعالوا اليوم اعمله انا وياكم لانه صار جدا بخاطري. صلوا على الرسول حبايبي، خلونا نبلش. هون اول شي عندي لتر من الحليب، رح اضيف له ربع كوب نشا وربع كوب طحين. رح اضيف له فنجان صغير من السكر، صفار بيضة، معلقة كبيرة فانيليا، ورح نحركهم على البارد لحتى تذوب عنا كل المكونات مع بعضها. هون بعدين رح ارفعه على النار ونستمر بالتحريك لحتى يثقل عنا القوام، ولا تتركوه ابدا. هون بعد ما ثقل عندي القوام صار جاهز. رح ارفع مقلاية على النار ورح اضيف بيها معلقتين كبار من السكر البودرة. ليش سكر بودرة ما اعرف، اذا جربتوا بسكر عادي فاكتبولي. هون بدنا نستنى لحتى يتكرمل عنا السكر. رح نسمي بالله ورح ناخذ شوي من الخليط ونضيفه فوق السكر. يعني مثل ما موضح عندكم بالفيديو، أخذت قسمة من الخليط ورح أدمجه بالكراميل يلي موجود بالأسفل، بعدها رح نوزع عليه باقي الخليط. نصيحة لا تكثروا الخليط بالمقلاية، يعني خلوا الطبقة تكون رفيعة، بزيادة كان كاستين من الحليب. المهم رح أتركه شغلة 5 دقايق ويصير جاهز. هون رح أطفي عليه النار وأتركه يبرد برا شغلة نص ساعة، بعدين على الفريزر ساعتين. وأنا حبيته أقدمه على شكل كاسات، حطيته شوي بسكويت بعدين الخليط، بسكويت والخليط. بصراحة أنا حبيته هذا أكثر، جدا سهل وسريع وطعمته مع البسكويت طيبة. وبس اختيار يعني، بس حبيت أشارككم هالفكرة. وعملت له شوي من الكراميل وزينته بيه، بعدين رح أزينه بجوز الهند بالفستق الحلبي يلي تحبوه. يعني هذا سهل ومضمون، وبالنهاية هي محلاية وعليها شوية من الكراميل وخلصت، ما بدها ترند. هون رح نبلش بالتقطيع، وانتبهوا على المقلاية لأنه إذا يصير لها شي أمي رح تزتني برا البيت. هون رح نبلش باللف، وشايفين من ذكائي أنا وعم ألف عم أكسرها بالمعلقة. هذا أكبر غلط عملته. هي بصراحة طيبة، وأنا أكلات الحليب الباردة جدا أحبها. زينته بجوز الهند بالفستق الحلبي يلي تحبوه. هي جدا قريبة للكريم كراميل، حتى لحلا لقمة الباشا. حلا طيب وسهل وسريع، بس ما بده ترند. جربوه حبايبي وبالعافية عليكم يا رب.